وعلاه تتزوجوا؟ علاه تتزوج إذا راك مازال عندك رغبة تبقى في علاقة مع النساء؟ علاه راح تتزوج وتمحن في هذه المرأة مسكينة؟ علاه جبتها فرحانة وجايبينها في مرسيدس والوار ويماها تبكي الدمعة كالجمر؟ نعم. الو. نعم يا أختي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بخير والحمد لله. الحمد لله. بغيت نسقسيك. نعم. عندي أنا زوجي رايحة نطلق أنا وياه. علاه يا أختي؟ يخون فيا وياكل في الكاسيات. أولا هذا الخيانة صحيح ولا خيال ولا وسواس ولا جابوا لك الهضرة؟ لا أنا تزوجت في 2018. إيه؟ وحكمت عليها كخيانة ونعرفها هذه المرأة اللي الشيخ كان يخون فيا معاها. خيانة كيف؟ وش معناتها خيانة؟ يعني الزنا ولا تليفون لها ولا بعثت لها في الفيسبوك ولا وشنو يعني؟ في الفيسبوك. هاي لك شفتيها. إذا نبدأ أنا بدينا نعرفوا باللي ماهيش الخيانة اللي يجلدوا عليها الإنسان. لا غير في الفيسبوك. في الفيسبوك. ايه الإنسانة هذه نعرفها. ومن بعد كي حكيت معاه قال لي رايح نطلقك، وبعد أرماني في دار بابا عامين ونص. ومن بعد عامين ونص أرماني في دار بابا. ومن بعدين زعما كي زعكاتو الخدمة والصوالح هذيك قعد ما عنده والو. رجعني زعما أنا بعت الذهب نتاعي والصوالح وقلت نرجع لداري معليش نعطيه فرصة. وعندك معه أطفال ولا ما عندكمش؟ لا ما عنديش. ومن بعد عاود كي رجعت هذا العام كي رجعت له زعما عاود ثاني نفس الحالة، يبعث لهادي وهادي في الفيسبوك وياكل في الكاشيات. كي جيت ننصح فيه قال لي صاي نطلقك. هذا رجل داير وحدة في الدار وداير 10 ولا 20 وحدة في الفيسبوك. كيما انا جيت ننصح فيه. انا دركا شمستين ما طلبت والو، ما طلبتش المحال. قلت له بعد على الاسايس هذه وبطل الكاشيات ومشي في الطريق المسقمه. ماني باغيه حتى حاجه، انا ماني طالبه على ناكله لا شرب لا والو. كل معايا برك صافي برك. عاد واش يقول لي راكي ما تصليش. وانا والله ربي شاهد عليا شمستين غير نصلي ولا بس عليا الله غالب. كي تكون فيا العاده شهريه هاني ما نصلي. وهو يشرب الكاشيات وزعما يتهمك بلي ما تصليش. وهو المخدرات هو دركا من قبل كان يشرب ومن بعد حبس. قلت لكم ما تحبس الشرب راني ما نرجع لكش. كي حبس الشرب عاد ياكل في هذيك الليريكا وما على باليش. قلت له حبسها انا واش دير بيها. قولي لي سؤالك يا اختي، سؤالك باش نعرف. انا دركا سؤال انا سمسدين انا نبغي كاع الصوالح هذه صدقني غير نبغيه صح ماشي نكذب ولا حاجه. بصح دركا يتهم فيا انا راني ما نصليش. وانا الحمد لله خايفه ربي نصلي. كون جيت انا ما نصليش ومانيش خايفه ربي نقول راني عايشه معاه بالصوالح هذه راني عايشه معاه. اولا يا اختي لا تسكتي عن علاقته مع النساء في الفيسبوك. هذه مساله لا يجوز السكوت عليها. وإياك يوصلك إلى قناعة تاع أنا ندير واش نحب وأنت ديري واش تحبي. ما كاش منها. لا إذا تزوج الرجل يولي عنده امرأة هي مرته في الواقع وهي مرته في الفيسبوك وهي مرته في كل مكان. ما كاش هذه تاع 50 مرة علاقات في الفيسبوك ومرة في الدار. لا يا أختي. شيخ شدين أنا نصحته قلت له زعما إذا راني مانيش أنا ماني نقصاته حتى حاجة صدقني حاجة ماني نقصا كرعيه ونقصا لهم له. قلت له إذا راني نقصا وهذا يصلي هذا ولا ما يصليش؟ يصلي مش ما يصليش. راك عارف نهار اللي يكون حافية به وما عنده دراهم والصوالح هذه يعود لكتاب القرآن ويصلي. نهار اللي تكون عنده الدراهم يبعد على الصلاة. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. يعني كي يكون لاباس به يصلي وكي يكون فقير ما يصليش. هاي يدعي ربي دركا دايرني انا ما نصليش. وانا صلاتي نصليها لاباس عليا الحمد لله يا ربي. دركا عاد يتهم فيا انا ما نصليش. وزاد دار لي عفسه خرج 5 سنين دار لي السبه بالدريه راكي ما تجيبيش راكي زعما عاقره ودارهم يحرشوا فيه. وانا والله ماني لاباس عليا. رحت للطبيبه قالت لي راكي لاباس عليك مدام وتجيبي ربي ما رزقنيش. واش رايحه ندير نسر انا. يا اختي قولي لي سؤالك. انا ما عرفتش وشنو سؤالك يعني. انصح لي المشكل انا راني دائما نتفرج فيك وراني تعجبني ياسر. اميتي اللي نحكي معك والحمد لله كي حكيت معك. انا النصيحه يا اختي اللي نقولها لك وانا ما نقدرش نخدعك ولا نكذب عليك ولا نشد العصا من الوسط. راني نلوم في روحي ولا اجاملك. انا لا اجاملك يا اختي. هذه تاع لا ما تسكتيش على العلاقات نتاعو مع النساء. ما كان ولو عنده وحده يقولها صباح الخير ما يقولهاش صباح الخير.
ما كاش علاقه في الفيسبوك يا اختي. دركا انا وليت نلوم في روحي. انا دركا مش جات تاع شهر ولا شهرين، هذه راه احسب من 2018 لحد الان. وليت انا نسكر في الفيسبوك وروح يفتح واحد اخر يبعث لي ودي طلبتني. انا قلت له بغيت خير تمشي يكون معايا صريح. شوفي شعل من البنت راه خدعها، لان هذا العلاقات الفيسبوكيه مبنيه على الكذب والخداع. وحده وقالها بالك هو دكتور، الاخرى قالها بلي جينيكولوج وراه يتسقسي فيه، والاخرى قالها بلي يقول لهم راني مانيش متزوج. يا وانا عارفين، انا شفت منهم العجب. انا جاني انسان هو ماسو جا عندي وكان يخدع في الناس بلي هو كاتب مفكر وجينيكولوج، ومئات النساء اللي يبعثوا لي يشاوروه. هو لما يشاوروه يبدا يصطاد في النساء فخذي حدك. هذه مسألة لا تسكتي عليها. المخدرات لا تسكتي عليها، لأن هذا رجل ماهوش في عقله. لما يشرب مخدرات يقدر يدير أي جريمة، يقدر يرتكب أي معصية، يقدر يعني كل. والأمر بيدك. الشريعة جعلت بقاءك معه بيدك أنت. تحبي تكملي معه وهو عاصي لله ويخدع النساء. كاسير شجن جدين دركا هو راه رفع قضية في المحكمة وباغي نطلقوا بالتراضي وراه عندنا وقيلا نهار 14 المحكمة. انا قلت نلوم في روحي نقول انا يا زعما انا اللي درتها بيديا، انا كي وليت نلوم في روحي. وهذا راح يطلقك في المحكمة وراكي حازنة عليه ولا كيف هذا؟ لا نلوم في روحي. راهي دركا يظلم فيا يقول لي راكي كل منك سيك انك ما تصليش، ما بغيتش نشدك وانا والله غير نصلي. الله يسهل عليه. انت كي تصدقي في كلامه. هو في علاقه مع النساء في الفيسبوك، هذه غير باش يعقدك. لما علم بك انك مؤمنه طيبه وجاب لك زعما راح يفارقك لانك ما تصليش. روح، هذا راهو مزوج بالفيسبوك، خليه يبعد عليك. هذا لا تبقي معه يا اختي ما دام ما اتقاش ربي، وما دام يخدع بنات الناس وفي علاقه مع النساء في الفيسبوك. وهذا امر كي تقولي مؤكد عندك يعني. انا قلت لك لقيتها عنده شحال من خطره والله صدقني قريب لقيتها عنده دسها في الصباطه ونقطيها بتقاشر. لا حول ولا قوه. قال لي هذه راها لا تاع الدرسه نتاعي. قلت له تاع الدرسه عندك الفريجيدان دسها فيه تاع الدرسه دس في الخنز. واش قال لك مخبي الدرسه تاعو في تقاشرو؟ الدواء تاع الدرسه. الدواء تاع الدرسه. الدواء تاع الدرسه. لا حول ولا قوة إلا بالله. ويحلى واش يعجبك شيخ شمس الدين، يحلف لي على المصحف يقول لي والله ماني ندير في حاجة ولا نهز الكود تاع الفيسبوك ونفتحو عندي ونشوف كلش عندي، ويكذب عليه والدليل عندي في التليفون. وحده يكذب عليها راني مش متزوج، وحده راني من برا، وكل وحده واش يكذب عليها. حسبنا الله ونعم الوكيل يا أختي. لا خلاص يا أختي هاني جاوبتك. لا تحزني عليه، وان شاء الله ربي يكتب لك الخير والبركه ويلهمك رشدك ان شاء الله. انا وليت في روحي وقلت والله غير نعيط لك ونسقسيك زعما مش حرام عليا كي طلبت الطلاق. لا يا اختي ماهوش حرام عليك. اذا اصر شوفي اسمعيني يا اختي كلمتي الاخيره. ان صحيح اذا اخذ الراي ابقي معه، اذا اصر على العلاقات النسويه الفيسبوكيه فلا تبقي معه. كلمه واحده. السلام عليكم. شكرا. عليكم السلام. لا حول ولا قوة إلا بالله. ثاني واحد قال لي خوه مات وخلى أرملة وستة يتامى ولاد خوه. قال لي اديت الدار اكتبها على اسمه. إذا هناك متصل فأنا أستمع إليك. نعم يا سيدي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخنا؟ كيف حالك؟ والله بخير والحمد لله يا سيدي. الحمد لله. وأنت بخير؟ لا بأس والله الحمد لله. الحلقة كلها حلقتك يا سيدي. نعم. شكرا سيدي. بدون إطالة يعني شيخنا عندي سؤالين إذا أمكن يعني. السؤال الأول على هذه الأضحية تاع رومانيا، هذه كيفاش اللي راهم يجيبوها لنا من رومانيا، إذا تجوز كأضحية يعني، إذا يجوز إنسان يقتنيها ويضحي بها يعني. قل لي الله يرضى عليك، عاوني. واش الحاجة اللي راهي تخليكم تشكوا في هذه الكباشة رومانيا؟ واش المعلومة اللي عندكم ولا وشنو هي؟ كاين بزاف معلومات اختلفت الامور. وشنو يعني اضعف الايمان يعني شو كي جات من الخارج يعني كي جات من الخارج. احنا عاده والفنا الاضحيه الجزائريه يعني شو يعني مشكلتها انها كي جات من رومانيا يعني.
تقريبا يعني تقريبا هذه يعني صح. احنا ولفنا الاضحيه الجزائريه، ولفنا بلادنا يعني. قل لي السؤال الثاني. الثاني شيخنا، اذا هل يجوز للرجل ان يهب ولا يكتب بيته ولا املاكه لزوجته وبناته خوفا منهم من العائله الكبيره، يعني من العائله الكبيره، بحكم انه ما عندوش طفل، ما عندوش ولد يعني كما تعلم شيخنا، اللي عنده الولد يعني ثالث زوجته عادي، بصح اللي ما عندوش الولد يعني تدخل مع العائله الكبيره في الميراث يعني. ايه هل يجوز للرجل يحصنهم في الحياه، يكون في الحياه يحصن زوجته وبناته من العائله الكبيره يعني؟ هل يجوز هذا يعني؟ هل تسمعني الان؟ نسمع شيخنا. هو الهبه تجوز سواء خاف من العائله الكبيره او ما خافش من العائله الكبيره، الهبه تجوز. يعني إذا رجل رأى أن يكتب الأملاك نتاعو لزوجته ولا بناته، حوانته وأراضي نتاعو، دارو، إذا شاء أن يهب ذلك في حياته فهي هبة صحيحة، بشرط أن يكون في كامل قواه العقلية وأن لا يكون مريضا مرض الموت. ما يكونش مريضا مرض الموت، ماشي راهو مريض دخل المستشفى، كي يقعد في المستشفى قال الدار الفلانة الحانوت الفلان ومن بعدها مات. لا، إذا كان صحيح كامل قوي عاقل يعلم ما يفعل فالهبة صحيحة. هذه الهبة التي تجوز سواء خاف ولا ما خاف. ثم يبقى من باب الحكمة، من باب النصيحة، إذا هذا الإنسان كاين دليل ملموس، يعني ما عنده خاوته يقدروا يظلموا زوجته، وعنده خاوته ما يخافوش ربي، عنده خاوته سراقين ظلمة، يعني إذا كاين دليل نعم من الحكمة يروح يحمي زوجته وبناته. وأما إذا ما كاش دليل وخاوته صالحين وتقات ولا باس بهم وقاع عندهم مساكن تاعو لا أحد ينظر إليه ولا طامعين في ماله ولا في رزقه، فلا داعي لهذه المسألة. أنا لا أنصح بها، وقد سئلت مرارا عن هذه المسألة فنصحت أنه لا يلتجأ إليها إلا عند دليل ملموس قاطع. يعني فهمتني ولا ما فهمتنيش؟ شيخنا بارك الله فيك. صح. بالنسبة للكبش الروماني، الشريعة الإسلامية طلبت أن يضحي الإنسان بكبش، ما قالتش بكبش جزائريين، قالت بكبش. اللي هو عايش في الصين يذبح الكبش تاع الصين، اللي هو عايش في الهند عنده كبش تاع الهند، اللي هو عايش في الجزائر عنده الكبش تاع الجزائر. كل واحد يعني الشريعة أمرت الظأن أن يكون كبشا فيه الشروط الشرعية، فإذا توفرت الشروط الشرعية جاز ذلك، كان رومانيا ولا جزائريا ولا طليانيا ولا هنديا. هل فهمتني؟ بارك الله فيك شيخنا. شكرا يا سيدي. ولكن لازم نقولوا تحيا الكبش تاع الجزائر، هذا مكان. الله يرضى عليك. الله يعمر دارك يا سيدي، الله يعمر دارك. شكرا يا سيدي. أنا لا أنصح الناس باش يروحوا يكتبوا في حياتهم. علاه تكتب في حياتك؟ علاه دارك حوانت تاوعك؟ إلا إذا كاين سبب. أما هذيك يعني الصراعات العائلية ولا تخلي راجل يروح يكتب ولا هاي دايرة مشاكل. مات إنسان منا من العاصمة، مات إنسان وهو كان داير زوجة ثانية بتخبية، مزوج بها بتخبية وعنده معاها طفل، وكتن يحب هذيك الزوجة الثانية داتو عند الموثق أملاك والفيلا تاعو وحوانته وماله كل شيء كتبوا لهذاك وليدو اللي واحد في العائلة ما يعلم به ولا سامعين به ولا عارفينه بلي مزوج زوجة ثانية بتخبية. كي مات كي جاو يقسموا الورث صابوا ما عندهم والو، لا دار لا حوانت، ورجل كان ثريا. جالي اخوه قال لي اني حاب نسلكوا في قبره، قلت له ما تقدر، ما عندك ما تسلكوا في قبره، خلاص راح دارها بتخبيه، كتب املاكه تحت ضغط الزوجه الثانيه وكان مريضا. الان اذا كان مريض مرض الموت لا الهبه لا تصح. ايما انسان مرض الموت، يعني في هذاك المرض اللي مات فيه راح كتب، الكتابه باطله لا تصح. راكو سمعتوا؟ اما اذا كان كتب وهو ماهوش مرض الموت ووهب الاملاك تاعو في حياته فالهبه صحيحه.
ما يقدر حتى واحد ينحيها إذا وثقها، لأن صاحب الحق يجوز أن يمنح حقه لمن يشاء. هذه المسألة، ولكنني لا أنصح بهذا إلا للضرورة، ماشي إنسان يعني تحت ضغط الزوجة ودير له شبهات، واني خايفة تموت وخاوتك يدونا الدار، واني خايفة تموت وخاوتك يدونا الحوانت، راني خايفة تموت والأرض هاديك، ودير له حتى يولي يتخيل باللي واقيلا صح، ويولي خاوته هما الأعداء نتاعو، وتولي حرب عائلية وكلها مبنية على الوهم. أما إذا كان حقيقة يعرف على باله، والناس تعرف بعضها البعض، على باله بلي خاوته هذو ما يخافوش ربي، على باله بلي سراقين، بلي باندية، بلي ما يهمهم غير الدراهم. أو سقساني واحد قال لي خوه مات وخلى أرملة و6 يتامى ولاد خوه، قال لي ديت الدار كتبها على اسمه وحاوزهم للشارع، قعدوا 2 وهما في الزنقة، في الشتاء، في السخانة، في البرد. راح باع الدار، وكي باعها واش دار؟ راح للحج. راكو تسمعوا؟ راح للحج بهذوك الدراهم تاع اليتامى. قال لي رحت نحج باش نغسل عظامي. قلت له تغسل اعظامك في الفولكون، تعرفوا الفولكون الاحجار سخون، تغسل اعظامك في الفولكون ما يتغسلوش. لازم هذوك الدراهم تعاود تروح تشري دار، وتروح لمرت خوك ولادها وتجيبهم، تبوس لهم ريصانهم، يديهم، رجليهم، تبكي، تطلب السماح. إذا سامحوك حقيقة خلاص سامحوك من قلبهم، بقى لك الوقوف بين يدي الله، الوقوف بين يدي الله. ولو راك سلكت مع العبد بقى لك الوقوف بين يدي الله. واش يسلكك تماك لما ربي يسقسيك على 2 2 وإما رأى مع اليتامى في الشارع. حسبنا الله ونعم الوكيل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: ما معنى قول الله تعالى في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: اسمع، كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة، وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصغب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم، والذي نفس محمد بيده. حبس سيدنا رسول الله الآن ويحلف، حبس كلش. اسمع: والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. للصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح، وإذا لقي ربه فرح بصومه. رواه البخاري. وش معناتها كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي؟ معناتها أنك إذا صليت الناس تعرفك بلي تصلي، شافوك توضيت، ولو تصلي في دارك يشوفوك تركع تسجد، صليت في الجامع يشوفوك الناس. يعني دائما كاين حظ للناس أو حظ لنفسك. إذا زكيت هاو يعرفوك، حتى هذاك الفقير اللي تعطي له الصدقة يعرفك، يولي يقول فلان والله ما شاء الله عمره ما ينساني. معناتها كاين حظ للناس وكاين حظ لنفسك. إذا ذهبت إلى الحج ما تقدرش تحج وحدك، ما تستطيعش. الطواف هم شافوك، في زمزم هم شافوك، في منى شافوك، في الخيام، في عرفات، ما راح توقف وحدك. 4 ملايين مسلم معك، وهكذا كل عبادة يديرها الإنسان إلا وهناك حظ لنفسه وحظ للناس يعرفوه بأنه متعبد وأنه يفعل تلك العبادة. إلا الصوم لا يمكن أن يكون إلا لله، لا يمكن. هذا المسلم اللي راهو صايم، وين تعرف انت بلي صايم؟ كاين واحد التاجرة 30 سنة
30 سنة وهو يصوم، الزوجة نتاعو ما على بالهاش، مرته ما على بالهاش. راحين تقولوا لي كيف ما على بالهاش؟ كان الصباح كي يخرج من دارو ما يفطرش في دارو، يقول لها واش ديري الفطور؟ توجده له، دير له هذيك القفيفه تاعو فيها ماكله، يخرج هو لما يخرج يصدقها الفقير من الفقراء يعطيها له، ويقعد صايم، لما يجي بعد المغرب يفطر. هكذا قعد 30 سنة وهكذا، حتى لا أدري كيف عرفوه، ولكن عرف الناس أنه كان يصوم، عرفوا بأنه كان يصوم. إذا لاحظ، يقدر إنسان أو يصوم وأنت لا تعلم وما راكش عارف، ما راكش عارف بلي راهو صايم. ورضي الله عن النساء، تجيها العادة الشهرية تحاول لا تأكل، وإنما تأكل قبل آذان المغرب كي لا يكون هناك إثما. رضي الله عن مرضى السكر، مريض شرعا يجوز له ياكل ويقعد صايم حتى قبل المغرب، ياكل تأثما باش ما يوقعش عليه الإثم. أما هذوك المرضى اللي لازم ياكل حقيقة ويتخبى في داره، ياكل بالدموع، ياكل بالدموع، ماشي كيما هذاك شبيه الإنسان اللي رايح للتيك توك كأنه حيوان، يعني باقي ياكل ويتحدى. شوفوا يا ناس، انا راني ناكل، ومن بعد واش الصراب؟ راك تاكل وستاكلك نار جهنم وياكلك الدود في قبره. واش درت؟ وليت بطل، وليت زعيم. واش درت؟ طيحت الكعبه، طيحت النجوم، طفات الشمس، القمر يولي ما يبانش، البحر راح ينشف. واش الصراب؟ تتحدى الله، تتحدى ربي سبحانه. ونسيت هامان، نسيت فرعون، نسيت الطواغيت والظلمه اللي راهو كلاهم الدود وانتهوا. جاي زعما في التيك توك يتحدى الله ويتحدى المسلمين، زعما تاكل الرهج. اذا واش معناتها؟ كل عمل ابن ادم له الا الصيام فانه لي، الا الصوم فلا يكون الا لله. ما يقدرش انسان منافق ما يقدرش راح يصوم الفجر للمغرب على النفاق، ما يقدرش، لازم ياكل البت خبيه. فهذا الانسان المسلم اللي راهو صايم، ما تقوليش راني نهضر على الناس اللي يسكنوا امام البحر كيما احنا في العاصمه. وحكي لي على خدامين تاع الحجار في عنابه، درجه الحراره. احكي لي على إليزي، احكي لي على المنيعه، احكي لي على ورقله، احكي لي على اضرار، احكي لي على بوج باجي مختار، احكي لي على الصحراء. الرجال صايمين وراضيين، والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.